مصروغات وحلي زمان. في متحف الحضارات وفي متحف النسيج هنلاقي بعض الحلي ونماذج ليه. الحلي كان بيبقى يا إما دهب يا إما مطلي بماء الدهب اللي احنا بنسميه دلوقتي الصيني أو إيطالي. الدهب فيه منه، يعني هنحاول نقسمه 3 قطاعات اللي هو الصعيد والفلاحين والبحارة أو وجه بحري. الصعيد اللي هو الهلال، أقل حاجة هلال واحد وأكتر حاجة 5 هلال بيبقوا تحت بعض، ودي بتبقى الأكثر ثراء. المدندشة أو المشخلعة أو وجه بحري بتاع الفلاحين بيبقى 5 أمواج أو 5 أدوار. أقلها دور وأعلى حاجة 5 أدوار. الدور الأخير بيبقى فيه كفوف، في اللي هي البلبلة أو الحمصة أو سيبة أي ما بتسميها. ده بتاع وجه بحري، وبتاع المصارعة ده بيبقى أرقها يعني. كان في اللي هي المخرطة، وكان في الشمس، وكان في حلي كتير جدا. كل منطقة لها الحلي الخاص بتاعها. طقم كامل الحلق والكردان والكلي، وهنجيبهم بالتتابع. أرجو إنها تنال إعجابكم.